العواف عليكم. طبق شوربة السي فود ده قبل الأسعار ما تضرب في 10. يعني الله أعلم هنعمل تاني سي فود ولا مش هنعمل، دي بقى بتاعت ربنا. يعني الفيديو ده كان متخزن عندي وأنا دلوقتي بنزله. كنت جايبة ربع كيلو من كل حاجة، ربع جمبري، ربع سبيت، ربع من الفيليه، وكمان نص كيلو من الكابوريا. طبعا عشان الكابوريا لو جبت ربع كيلو الراجل هيضربني في وشي. وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، كل حاجة على عينك يا تاجر. اول حاجة عملتها ان انا غسلت الجمبري كويس جدا، وطبعا انتوا عارفين بتشيلوا كيس الرمل اللي جواه ازاي. بالخلة بتاعتك بتغرزيها بين اي عضلتين كده، او الفراغ اللي بين القشرة وبعضه، وبترفعي كده لفوق بشويش بيطلع معاكي كيس الرمل زي ما انت شايفة كده، بتسحبيه. خلاص نطفت الجمبرية، نطفت من الرمل اللي جواها. وكمان تقدري تشتغلي بيه على طول، سواء هتشويه او هتحطيه مع الشوربة او حتى هتقليه. هنعمل واحدة تاني كده. نشد كيس الرمل زي ما انتوا شايفين، نسحبه بشويش. خلاص نضفنا الجمبري بتاعنا وفي اقل وقت ممكن، وما بوظناش شكل الجمبرياي. جبنا ايه بقى؟ جبنا الحلة. الاول حاجة شويت انا شوية جمبري، حوالي تقريبا 8 9 وحدات كده. رحت حطاهم في الخلة الخشب زي ما انتوا شايفين كده، ورحت ركناهم على جنب لغاية ما نشوف هنعمل فيهم ايه. نعمل واحدة كمان. هاتي الخلة الخشب الرفيعة مش التخينة، عشان ما تبوظيش الجمبرياية. جمبري ده طالع عيننا فيه اصلا. بس كده خلاص، وهنركن الجمبري بتاعنا على جنب ونجيب الحلة بتاعتنا اللي احنا هنشتغل فيها باقي الطلبات بتاعتنا. طبعا كل حاجة من دي اتنقعت في مية حلوة قوي واتغسلت كويس جدا علشان ما تنزلش رملة وانتي بتعمليها كده. انا جبت الصينية بتاعتي دي او الحلة بتاعتك، حطيت فيها الجمبري ورحت مقطعة كام بصلة حتت كده، ورحت منزلاها عليهم، واديها بقى شوية كمون وشوية ملح حلوين وعصرة ليمونة كده حلوة، وحطي ربع كوباية مية معاهم وسيبيها على النار براحتها. اول ما تستوي هتلاقيها لونت كده وبقت جميلة. ويا سلام يا سلام لو الكابوريا بتاعتك نتاية بقى، هتبقى فيها بطارخ كده وحاجات جميلة. وادي عصرة الليمونة، وهنحطها على النار، هنغطيها وحطيت بس قشرة واحدة من الليمون معاها علشان الليمون بيمرر. وهنغطيها ونحطها على النار ونكمل باقي الحاجات بتاعتنا. شوفوا كل حاجة انا جايباها اهو، حطيناها على النار وغطيناها تمام كده يا نوجة. تعالي بقى، ربع كيلو الكالاماري بتاعنا طلع تقريبا 3 وحدات او وحدتين كبار زي ما انتوا شايفين كده. برصهم بقى نضفنا رصهم، حاولت على قد ما اقدر ان انا انضف الراس بتاعتهم من الحبر اللي فيها، بس فيه كان لازق شوية. المهم تقطعيهم زي ما انت عايزة بقى، بالطول مربعات زي ما انت عايزة، عشان دي شوربة السي فود بتاعتك. ويا ريت ما تدوسيش عليها في السوا قوي علشان ما تتهريش منك و... وتبقى معاكي اهو زي ما انا قلت لكم كده. حاولت ان انا انضفه، انا بس رحت شايله الجلده كلها من على الراس، مش باقي غير الحته دي. غسلتها كويس ورحت مقطعاها ونزلتها مع اخواتها. بتقطعي زي ما انت عايزه ال الكالاماريا بتاعتك او السبيط زي ما انت عايزه. هي بصراحه استوت معايا بسرعه لانها كانت صغيره. وبعدين جبنا الحلة بتاعتنا ورحنا منزلين فيه الكلاماري واديناله عصرة من الليمون. وكمان هتجيبي، انا هنا حطيت الجمبري بس نقيته تاني بعد كده، فخدوا بالكم الجمبري هيتحط اخر حاجة علشان ما يتهريش مننا، او مش عشان ما يتهريش، عشان ما يجمدش مننا. هيجمد ويشد كده يبقى زي البلاستيك.
الجمبري اصلا ما بياخدش على النار سوا. انا نسيت حطيته وبعد التصوير رحت شايلاه تاني، وقدامكم برضو هحطه مرة تانية في الحلة. كده كمان انا رش عليه ملح وليمون وكمون من المية دي بتاعت الجمبري، ورحت منزلة كام كابورياية مقطعهم انصاص. انا هنا نزلت بالجمبري وبعدين رحت شيلته تاني عشان ايه الامانة في العرض، بس شيلته تاني علشان ما يشدش ويجلد مننا. وخليت بقى الكلاماريا والجمبري، وكمان كان عندي بلح البحر نقعاه في مية زي ما انتوا شايفين كده، وحطيته عليهم، وعصرت طبعا ليمون كتير عليهم كلهم زي ما انتوا شايفين، ورحت محطاها على النار، بس بعد طبعا ما لميت الجمبري من الحلة. وبعد ما خدت غلوتين كده بدأت انزل باللبن بتاعنا، او انت زي ما انت عايزة تعمليها بمية اعملي، عايزة تعمليها بلبن دي بترجع لك انت في الاخر. اديت لها اول كوباية مية علشان بس الغليان تستوي الحاجة فيها. وادي طبعا جنبنا الكابوريا شغالة على النار الناحية التانية. واول ما خدت الغالية بالمية كده غلوتين 3 وحسيت ان الحاجة خلاص استوت، طبعا مسكت الكالاماري بايدي لقيته لا خلاص استوى تمام، رحت نازلة بالكوباية اللبن او نص كيلو اللبن، دول كوبايتين في بعض يعني نص كيلو لبن، ورحت مقلباهم تقليبة وحطيت عليهم الجمبري بتاعنا. برضو هسيبها تاخد غلوة واحدة يعني اللبن يبتدي بس يغلي، وبعدين هروح حاطة الجمبري وانزل باخر حاجة السمك الفيليه بتاعنا. كل حاجة طبعا بتقطعيها على حسب انتي عايزة حجمها قد ايه. وحطيت معلقة الملح بتاعتنا ونزلت بالجمبري وقلبنا، واخر حاجة بعد الغلوتين دول هنزل بالسمك الفيليه علشان ما يضيعش مننا جوه الحلة. وهاتي بقى نص ربطة كرفس كده حلوة وروحي حطيها جوه الحلة دي، بقى هتشدلك اي زفارة للجمبري او للكابوريا او لأي اسماك عموما. ربطة الكرفس دي تحفة. كده تمام. وهننزل كمان بشوية الفيليه بتوعنا وهنغطي الحلة بتاعتنا. هما دقيقتين بالظبط في الغليان ده، ورحت طافية الحلة وسبتها مع السخونة بتاعتها وخلاص. وكده اوعي تكوني نسيتي اللايك بتاعي وانا عمالة سهيانة كده وعمالة احكي واتكلم وانتوا بتتفرجوا وتجروا. والنبي بلاش تتفرجوا من بره، خشوا كده وافتحوا وشوفوا الاعلانات، الله يسعدكم. ويعني بصوا خدوا ثواب، لموا يا جماعة ثواب كده، احنا بنتعب برضو. ما انا مش هعمل تاني شوربة سي فود يعني. خليكوا حلوين وحطوا اللايك وحطوا كومنت حلو. محدش يقول لي الحاجة غالية، لان الحاجات دي كانت قبل ما تضرب قلت لكم في 10. الفيديو ده كان عندي بقاله فترة وغرفنا طبعا الشوربة قدامكم زي ما انتم شايفين، والف هنا وشفا كلناها وبالهنا والشفا على قلوبكم. لو جربتوا تعملوا شوربة ادعولي.